السيد كيطالب سيدنا الله ينصرو ويزيد في عمرو يمد لي هذه الكلمتين من اجل فتح تحقيق في وفاه والدي الجندي المتقاعد قد مات في ظروف غامضه. تنطلب انا تصريح طبي. علاش؟ سمعت شي حوايج خطيرين واقعين. زيد تيصور. تنطالب تصريح طبي. الوليد جندي متقاعد كان خدام وفي في خدمته. صاحب جلاله المرحوم الحسن الثاني قدس الله سرهما وبقى دائم الوفاء في خدمته. صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. عاش الملك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، كيف ما كتشوفوا من خلال هذا الفيديو، هذا بوعبيد اللي طلع فوق الشاطئ وارتكب كارثة اللي كانت غادي تودي بحياته وبحياة عنصر من العناصر ديال الوقاية المدنية. إذا كيف ما قلنا، هذا الشخص اللي هو بوعبيد كان عنده مطلب ديال فتح تحقيق في الوفاة ديال الأب ديالو، وكذلك إجراء تشريح طبي على الجثة ديال الأب ديالو، على حقاش كيشوف هو بأن راه الأب ديالو ما ماتش موتة عادية، وإنما مات موتة بفعل فاعل. فهاد الشخص اللي سمعتوه دابا قال بانه راه باغي يعني اجراء يعني التشريح الطبي وما الى ذلك من الامور، وقال بانهم خصهم يتواصلوا معه وما الى ذلك من الامور. فالسلطات وضحت في بلاغ ديالها بانه فعلا قدموا له يعني يد المساعده، بداو الاقارب ديالو اللي عنده، المعارف ديالو حتى هما جاو لعنده للشاطئ في الكيكون، كذلك ممثلين على اللجنه ديال الجهويه ديال حقوق الانسان جاو عنده، وعدوا باش انه غادي يتم تلبيه جميع المطالب ديالو، غير يهبط من فوق الشاطئ، غير انه ما بغاش بحكم انه قال لهم انه يعني راه غادي يهبطوا يشدوه ما الى ذلك من الامور، فرفض انه يهبط يعني من فوق الشاطئ باش انه ينقذ راسو وما يبقاش في شكل خطر على راسو، خصوصا ان الساكنه الاغلبيه ديالهم كانوا كيتشكوا بان هذا الشخص هذا كيبقى يخبط يعني في ذاك الشاطئ وكيصدعهم، كذلك كيضرب بالحجر وما الى ذلك من الامور اللي تشكاو منها الساكنه ديال منطقه ولاد يوسف، خصوصا الساكنه اللي قرابين من الشاطئ اللي بدورو قريب يعني من المنزل ديال هذا الشخص هذا. اذا كيف ما قلنا، هذا الشخص كان طالب بهذا يعني الاجراءات الدار، واعدوه باش انه غادي يدار هذا الشيء هذا، غير انه ما بغاش يهبط خوفا من الاعتقال وخوفا من مجموعه من الامور اللي كان كيتوهمها ولا كيشوفها. فعلى اي هادو يعني كلمات ديالو قبل ما يرتكب الفاجعه ديال يوم امس اللي كانت غتودي بحياه شاب رجل، يعني بطل من الابطال ديال المغرب، بطل ديال البومبيه، رجل انقاذ، طلع على اساس انه ينقذ هذا الشخص هذا وقدم ليه يد المساعده بعد ما تظاهر بانه راه عيا ويعني وخصو ما ياكل ويتصاب بشي وعكه صحيه، فطلع عن حسن النيه لكن غدروا ونهال عليه بالضرب بطريقه وحشيه وربطوا، ومن بعد غادي يلوحوا، ولولا تدخل رجال الوقايه المدنيه وعرضوا له واحد البونج باش انه يحميه لكانت الكارثه، كان يقدر هذا السيد هذا يتوفى ويكون ضحيه ديال واجب مهني. لكن الحمد لله الان الصحه ديالو مستقره، وعبيد براسو رمى راسو يعني من الفوق، حتى هو الصحه ديالو راه مستقره برغم انه كيرقد يعني في قسم الانعاش. على اي هذه كانت هي الخلاصه ديال هذا الموضوع. لكم التعليق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.